يعني ايه صمت عقابي؟ كتير بنسمع الكلمة دي وما بنكونش عارفين معناها. الصمت العقابي هو حد بيقرر ان هو يوقف كلام معاك، ويوقف اي تفاعل معاك، ويوقف اي حديث معاك عشان يعمل حاجتين: عشان يسيطر عليك، وعشان يخليك تتراجع عن اللي انت عايزه او الطلب بتاعك، ويحسسك بقد ايه هو مسيطر عليك. طيب، ليه الصمت العقابي هو من الحاجات المدمرة جدا؟ ليه بيدمرني؟ لان هو بيعمل آه، حاجه اسمها كسر العزله. يعني انا اول حاجه عشان اعرف اعمل صمت عقابي بعمل 3 حاجات: بخلي المشاعر كلها في ايدي. مشاعرك بتحب، بتكره، بتفرح، بتزعل، كل ده تبعي، فانا بسيطر عليك، بخليك معتمد عليا مشاعريا. طيب، الحاجة التانية ان بقلل ثقتك بنفسك، وبقلل ان انت تقدر. لا، انت ما تقدرش، انت ما تقدرش تعمل حاجة من غيري، انت طول الوقت محتاج لي عشان تعمل الحاجة دي. الحاجة التالتة: بعزلك عن كل اللي حواليك، وبالتالي انت كده بقيت شخص عندك فراغ. المشاعر بتجيبها مني، ثقتك بنفسك بتجيبها مني، ما عندكش حد حواليك يقدر ان هو يساعدك. ومن هنا بتبدا بقى خطوه الصمت العقابي. فانا لما انسحب من حياتك، فانا كده سحبت كل حاجه، خدت كل حاجه معايا، وبالتالي بيبقى مؤلم جدا، بيكسر ثقتي بنفسي، بيوصلني احساس ان انا يمكن الاستغناء عني، انا سهل جدا ان انا اتعوض، انا لا استحق الحاجات الحلوه اللي هو كان بيديهاني. فكم المشاعر دي بيخلي الصمت مؤلم، بيخلي الصمت بيتعب. طيب، ايه الحاجات اللي الشخص اتعامل بقى ازاي؟ يعني اتعامل ازاي مع الشخص اللي بيمارس عليا الصمت العقابي؟ اول حاجه اعملها ان انا ابقى فاهمه ان اللي بيمارس الصمت العقابي هو شخص يعاني من قله الثقه بالنفس. هو ما عندوش ثقه بنفسه، هو شخص من جواه ضعيف، من جواه مهزوز، وبالتالي بيبين سيطره على اللي قدامه عشان يعرف يستمد منه الثقه بالنفس. فهو اللي محتاج لي، مش انا اللي محتاج له. محتاج لي ان انا اتفاعل مع اللي هو بيعمله ده، محتاج لي ان انا لما يسحب مني كل الصلاحيات، فانا اذا شخص مهدد. سحبت مني كل الصلاحيات، فانا كده شخص مهدد، فانا كده شخص عايزك بقى عشان ترجع لي الصلاحيات دي. لما انا ما اعملش كده، ولما انا ما بقاش متفاعل مع التجاهل او مع الصمت ده، ابين له اللي هو عادي. انت سكت، طب خلاص خد وقتك. كاني انا مترجمها ان انت خد وقتك، انت محتاج ان انت تفكر، فخد وقتك. وحياتي ماشيه عادي، خطواتي ماشيه عادي، كلامي حتى معاه ماشي عادي جدا. مش انت بقى متجاهلني فانا كمان هتجاهلك، لا. لما بعمل كده ببين له ان انت ايوه فعلا انت كان عندك حق، وانا التجاهل ده او الصمت ده مأثر فيا. فاول حاجه ابقى فاهمه ان هو شخص ضعيف وهو اللي محتاج لي. الحاجه التانية ان انا هتعامل عادي جدا، مش هتاثر بالتجاهل، هتعامل عادي جدا كانه مش موجود. الحاجه التالتة والمهمه: هبني اعاده بناء علاقاتي الخارجيه. لازم يبقى عندي علاقات، صحبات، زمايل، اهل، عارفه استمد منهم المشاعر وعارفه اشاركهم المشاعر. النقطه الرابعه: اعاده بناء ثقتي بنفسي. ازاي انا عندي مميزات، ازاي مميزاتي دي لا دي قويه، دي الحاجات اللي هو اصلا اختارني علشانها. فاعاده بناء ثقتي بنفسي. ال4 حاجات دول هيساعدوني قوي في التعامل مع الصمت العقابي، وابقى فاهمه ان الصمت العقابي الرساله دي ليه يظهر لي شخص في حياتي يمارس عليا الصمت العقابي عشان يقول لي حاجتين: اول حاجه، من اين تستمدي قيمتك الذاتيه؟ بتجيبي قيمتك منين؟ استحقاقك بتجيبي منين؟ النقطه التانية: ان مشاعري في ايدي، انا اللي بمد نفسي بالمشاعر، انا اللي عارفه يبقى عندي مشاعر الاهتمام، مشاعر الدعم، مشاعر السند، انا عارفه اديهم لنفسي، مش مستنيه حد من بره ان هم يدوهم لي. الرسالتين دول مهمين قوي، في لما هقراهم كده وهعرف اعملهم، هلاقي الشخص اللي بيمارس عليا الصمت العقابي ما عادش عارف يمارسه تاني. انا لايف كوتش شيماء حزة، دي كانت تركايه كده بسيطه عن ازاي نتعامل مع الصمت العقابي. اشوفكم على خير.